مسلسل الميراث الحلقة 183. زيد بيرفض فكرة حور وبيبلغها إن عهود هتكمل في الشركة، وجويرية بتلوم حور على موقفها، وفي الأخير سحر بتجبر أمها على قصتها هي وطلال. لمشاهدة الحلقة كاملة من خلال الرابط أسفل الفيديو، ولا تنسوا عمل لايك واشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات. بالنسبة لأحداث الحلقة السابقة الحلقة 182، بتبدأ أحداث الحلقة بإن عهود بتعتذر من إبراهيم على الموقف اللي حصل، وإبراهيم بيطلب منها إنها تمشي وما تجيش تاني ليه المستشفى. جويرية بتقابل عهود وهي خارجة وبتسألها عن حال إبراهيم، وبتلمح لها جويرية إنها عارفة تصرفاتها تجاه إبراهيم، وعهود بتقول لها إن أي حد مكاني كان هيعمل معاه كده، وجويرية تقول لها ما كانش حد هيهتم بيه ويسهر معاه طول الليل، كان على الأقل بلغنا باللي حصل وراح لحال سبيله. فهد بيتكلم مع جدته مزنة وبيحكي لها عن اللي حصل بينه وبين سراب، وإنه واقع في مشكلة كبيرة ومش عايز يحكي، ومزنة بتقوله انت قلقتني عليهم ولازم اشوفهم، ولكن فهد بيمنعها ويقول لها ان سراب متغير كتير واول مرة يلومنا وبيقول ان انتوا تركتونا ومش بتفتكرونا غير في وقت فراغكم. جويرية بعد ما بتطمن على ابراهيم بتقوله حور كانت عندك واكيد شافت معاك عهود علشان كده خرجت تركض. انا مش هلومك على حاجة مش ذنبك، بس عهود اكتر شخص ممكن يساعدك تنهي القصة اللي بينك وبين حور، يعني دلوقتي ما عندكش عذر. شهد بتروح لهبة تواسيها في مشكلتها، وبتحكي لها هبة إن سراب مبقاش يثق فيها وإنه علاقتهم في المنزل تدمرت بسبب رانيا. بتحاول شهد تصلح بينهم ولكن سراب بيقولها أعتقد إن دي أمور عائلية ملكيش دخل بيها، وفي الأخير بتقوله لو عايز تريح بالك وصلها أنت بنفسك. زيد بيكلم بدر وبيسأله إن كان أبوه قاله حاجة بخصوص زيارته، لكن بدر بيعترف إن الأمور عدت على خير، وفي الأخير بيقوله زيد فكر وتعالى في مكتبي محدش بيقدر يدخل علينا إلا بإذني. بعدها بتروح مشاعل لبدر مكتبه وبتقوله انت عارف اني ما بحبش الف وادور، انا شفتك بتتصل على تليفون زيد، وبدر بيقول لها ان في بينا شغل، لكن مشاعل بتقوله احيانا البعد غنيمة، وعلى رأي المثل الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. شهد بتروح مركز الرقص بتلاقي حور هناك، بتسألها في ايه وبتحكي لها حور موقفها مع ابراهيم، وبتقول لها الكذبة الاولى بتوجع بس التانية بتموت، لو لسه ليه علاقة مع عهود ليه يقول لي بحبك مرة تانية، عهود انا اللي حاربت علشان ترجع الشركة، ولما كنت اشوفها مع ابراهيم كنت ابرر لها واقول ما تعرفش اللي بينا، لكن دلوقتي بعد ما عرفت ايه مبررها. حور بتروح لزيد مكتبه وترمي له ملف وتقول له الشغل المتراكم على الانسة عهود، اول مرة اعترف ان كلامك صح وهي مش قد المنصب اللي فيه. يسألها زيد تحبي امضي على قرار فصلها مثل اخويا سيف، حور تقول له انا مرضتش اتعداك واروح لاخويا يوسف، وزيد بيضحك ويستفزها ويقول لها انا شايف ان الاصول بتقول انك مهندسة في الشركة وانا الرئيس التنفيذي والشخص المناسب في المكان المناسب. وبكده تنتهي الحلقة، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.